أما الآن يا هشام نروح فاصل قصير ونكون معك في فقرة سر سر العطاء نتابعها. فقرة سر العطاء مع هشام بن شريف. هشام، إذا اليوم أتيتنا بفقرة سر العطاء اللي ينتظرها الجمهور طبعا وبشغف. وش حاجب لنا اليوم معك؟ ربما صلاح، في جعبتي اليوم هي قصة استفزت الإنسان في داخل شعب كامل. مهم. ربما لا أرغب في استخدام كلمة مأساة، على عكس ما هي مهم. حالة أصرت على أن الجزائر صنعت ولا تزال تصنع في كل مرة ثورة لحق الإنسان. مهم. قصة دخلت كل بيت، بلغت أصداؤها أرجاء بعيدة في طرف مهم. وجيز، عن عدلان، قصة القصة عدلان. التي نسجت أحداثها صدفة ألم وأتمتها صدفة أمل. جميل. شاب جزائري تألم خلف باب مغلق، جدران صماء، أفراد يعدون على الأصابع. قال ذات يوم: لي الله أو لي ربي. فقال أحدهم: هل من أحد لعدلان؟ ليكون الرد: جميعنا لك يا شقيق. جميل. عن قصة عدلان التي استفزت الجزائر، استنفرت الجزائر كلها لمساعدته في تخطي ما قيل عنه شفاء مستحيل. عن نداء الاستغاثة الذي أطلقته شابة صديقة لعدلان ذات يوم على مواقع التواصل الاجتماعي، مهم. عن الرد التي تلقته عما حدث، ستكون حديثنا لهذه الجلسة. إذا هي قصة عدنان، قصة الشعب بأكمله. قصة يا شعب هشام. بأكمله أكيد. صحيح. قبل هذا نشاهد هذه الصور ولا نعود. نشاهد مع بعض إذا صور لهشام بن في الجزائر عودتنا أزماتنا ونكباتنا أنها بحجم ثقلها وصعوبتها بقدر ما هي هينة أمام مواجهتنا لها. تختلف صور ثقل الأسى، ولكنها تجتمع عند نقطة واحدة، فصور كثيرة عكسها الشارع الجزائري ليراها من الجانب المشرق لها. عدلان، قصة أخرى حجزت لنفسها مكانا ضمن سجل التكاتف والتلاحم الجزائري، لتبقى في سجل الذاكرة كأجمل صور الإنسانية. السلام عليكم. صباح الخير. اولا نشكر قناة الوطن على الحضور تاعها المرة الثانية. انا اسمي ربيع محمد عدلان، عندي 29 سنة، خريج من جامعة سعد دحلب. عندي مرض مزمن وراثي وهو مرض الهيموفيليا، وهو نقص في عامل من عوامل تخثر الدم. يعني إلا نجرحت ولا قصت روحي ولا الدم يبقى يسيل ما يحبسش كاع، حتى يديروا لي تشكك لي فاكتور كواغيولون باش الدم يحبس. يعني المرض هذايا مادام وراثي، يعني بنادم يزيد به. يعني دوك انا عندي 29 سنه، عندي 29 سنه وانا مريض هكذايا، والحمد لله يا ربي. كانت في الوقت اللي كنت صغير فيه انا، كان المرض هذا يسمى مالادي اورفيلين. ما كانش عندها فريمون ان سونتر سبيسياليزي لي مالاد وكلش. لي فاكتور ما كانوش كاينين، كانوا ناقصين، ولي مرض ما كانوش باينين كاع. يعني قليل اللي كان يروح للسبيطار، قليل اللي كانوا يعرفوا المرض هذا وكلش، ما كانش فريمون معروفه بيان. ومن بعد صرا لي ان اوتر بروبليم في الجونو، يعني داير عليه عمليه كي كنت صغير، كان في عمري واحد 12 سنه هكذاك. كان رحت اونيرجونس سبيطار هيموراجي، داروا لي ان بلاطر، داو لي فاكتور. البلاطر نورمالمون يقول لك باللي بور ان هيموفيل ما لازمش يفوت 72 اور 72 ساعه، خلاوه لي انا شهر. الوغ كي برات لارتيكولاسيون برات مكسله، الكارتيلاج هذاك القروش اللي كاين بين العظم والعظم كاع نتكل. بقيت هكذاك من 12 سنه حتى لاج تاع 25 توجور هكذاك والفت على كل حال لا سيتياسيون تاعي، نمشي نطلع نهبط نريح نقعد. ومن بعد لحقتني بيريود وين بداني شويه صدر في الجونو، ومن بعد كي نمشي نفورسي على لانش، بدات لانش تاني توجعني. بعثوني بني مسوس البنعكنون، اخذت من بعد داروها ميدسان اوتوبيديست سبيسيال لي زيموفيل، يتبع غير لي زيموفيل. بعثوني ليه، دار لي دي راديو، الحق فهمني واش كان واش ما كاش. قال لي لازم ندير لك انترفونسيون على الجونو تاعك. قال لي على خاطر الا لحقت الدعوه لانش تكون بلو ديفيسيل ا تريتي كو الجونو، خاطر لانش لازم يتريتي لانش ويزيد الجونو
فيها دي كومبليكاسيون كبار. قال لي دو بريفيرونس نداويو لو جونو قبل ما تلحق الدعوه. قال لي بلي مدارين يديروا دي زوبيراسيون هكذا، بصح مدارين يديروا دي زوبيراسيون هكذا بصح العباد نورمو اللي ما عندهمش بروبليم تاع السينيوم هذايا، هادوك يديروها لهم لي بروتيز نورمال. مي بور انيمون في كيما انا سيتي لا بروميير او نيفو دو موين اوريون في الوطن العربي، انا الاولاني. دخلنا للبلوك، لوبيراسيون جازت، حضر فيها الوزير اون ديراكت. من قبل ما نفطن من الانستيزي كان ديجا البروف خرج، قال لهم بلي العمليه نجحت، لونسوها في تيليفزيون، داروها في الجورنال، ديكلاروها بلي ناجحه. ومن بعد لتماك بداوني لي كومبليكاسيون تاع الجونو. لا ريانيماسيون انا قعدت فيها يومين، قعدت فيها 17 يوم. صاروا لي دي كومبليكاسيون، دي زيموراجي، انفيكسيون، سطر على كل حال كيما سيو يجيروا الدعوه ما قدرولهاش. ما نقولكش انا ما داوش اللي عليهم، سيرتو لي زانيستيزيست ريانيماتور الحق كانوا اشيفال معايا تماك. سطر غير يجيني سطر يديروا واش كاين بيدهم باش يحبسوا لي سطر وكلش، مي صراو توجور دي كومبليكاسيون هذاك الوقت لحد الان. هاي كل خطره تزيد كل خطره تزيد. دوك لابروتاز هذيك خرجت فوق اللحم، دم سطر وهذوما ما نحكي لكمش كاع عليهم. هذوما يعني مجوز 4 سنين هذوما عندي ما نحكي فيها. ميم كيسيون دوا تاع سطر وكذا ما لقاو ما يديروا لي. الألم ليس بالضرورة أن يكون صورة حزينة أو أغنية باكية، قد يكون صمتا يفتت الأضلاع. زيارتنا لعدلان كانت الرقم 1000 أو ربما 2000 أو أكثر في سجل من أبوا إلا أن يقتربوا من القصة العميقة التي هزت الشارع الجزائري. وميكروفون سر العطاء استطاع أن يقترب ويصل إلى هذا العمق. والحمد لله يا ربي. ومن بعد يعني جريت ما نكذبش عليكم، بعد عييت انسرت ماما، عييت وليت ما نقدر نبوجي، ما نقدر نصغد ما والو. كانوا يجوني صحابي يطلعوا عليا وكلش. كاينين نامي كانت تقرا معايا في الليسي قالت لي محمد معليش نديرها في فيسبوك. قلت لها ديريها شغل هكذاك جو فوت يسمع، يعني ما عندي حتى حاجه نخسرها. درتها في الفيسبوك. حنا وناطوندي ني ريبونس تجي، مي ما كناش دايرين في بالنا راح تلحق الدعوه لهذا الشيء كاع، يعني لا ريبونس راح تكون تلحق لهذه الدرجه. والحمد لله يا ربي. شغل الشعب الجزائري جاوب معايا، يعني تجاوب اللي ما بنادم ما يتصوروش. يعني اللي 48 ولايه قالوا بلي راهم حاضرين، يعني مام الجاليه الجزائريه اللي في الخارج كانت ساهمت يعني ما تأمنش كيفاه، من هند من امريكا من فرنسا، يعني عيطوني من دي بيي اللي ما تقدرش تيماجينيهم. جزائريين الحمد لله يا ربي. اللي كانت ولايه جاو كاع للدار لهنايا، الناس يعيطوا من كل جهه، يعني يساهموا بواحد الطريقه ما تقدرش تخيلها. ياكو مع الاخير شغل الوزير دار التفاته، يعني مور ما صرا دار صاده فريمون كبير الحكايه تاعي، داروا التفاته ليا قال لك بلي ان شاء الله راح ناخذوهم شارج وان شاء الله فيها خير. نشكر الشعب الجزائري اللي وقف معايا وقفه يعني ما تقدرش تيماجينيها كيف دايره. ما من سوتيان مورال اللي يقدر يعاون عاون، وكل واحد الظروف تاعو. اللي ما قدرش لو كان عاوني بدعوه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. قصة إنسان استفزت في داخل شعب كامل الإنسان. إنها إذن مأساة أصرت على أن الجزائر لها تاريخ، فثورة نوفمبر لحق الإنسان اليوم وكل يوم هي ثورة العطاء لكل إنسان. رائع يا هشام الشيء اللي شاهدناه الآن معك، وهذه هي قصة عدنان بالفعل كما قلت دخلت كل البيوت الجزائرية، وقبل ذلك دخلت قلب كل جزائري حر يغير أو لديه غيرة لأبناء وطنه وخاصة لشبابها. التفكير صلاح ما انتابنا في هذا العمل أنه التفكير ربما بخطوة الاستنجاد بالعالم أو الاستنجاد بالشارع الجزائري.
إن دل على شيء فإنما يدل على أن الطبقة الكلسية الظاهرة على مشاعر المجتمع الجزائري قابلة بشدة للزوال عند هكذا حالات وعند هكذا نقاط. نحن طبعا كمجتمع جزائري هشام نعترف بأنه الجزائر أنجبت قلوبا طيبة أكثر منها قلوبا غير ذلك. لذلك يا هشام نحن نقول الكثير، وخاصة نربط هذا بموضوع حلقتنا اليوم العنف. هناك صورة معينة تشكلت عن أجزاء من المجتمع الجزائري أنه يمكن أن يكون معنف، خاصة بما مر عليه من العشرية السوداء خلال أكيد. التسعينيات القرن الماضي، وهو بالضرورة يا هشام من تشكل عن هذه الصورة. لكن قصص كهذه وقصة عدلان بحد ذاتها برهنت وأثبتت بأن الجزائر ولادة للقلوب الرحيمة. ما هي إلا نموذج يا صلاح، كما شاهدنا في أول التعليق بالصور، أنه الجزائر عودتنا في هكذا نكبات، في هكذا أزمات، أنه كل حمل ثقيل له مخرج. صحيح، كل حلم كل كل حمل حمل. ثقيل طبعا يا هشام له مخرج، ولكل أزمة ولكل داء دواء. فقط صلاح، تفضل. ما نقلت الصور، أنه أنا كنت تمنيت أنه لو الصور نقلت أكثر، ممكن لضيق الوقت، ممكن تمنيت أنه لو بالمناسبة يا هشام سامحني أقاطعك هنا، بالمناسبة أنا نسيت لي الوهلة، عباك دخلتك معي في الموضوع من البداية ونسيت لي الوهلة أني نحمد لك السلامة. الحمد لله على الله سلامتك، يسلمك لأنك عزيزي. كنت طريح الفراش، مرضت وجدت وعكة صحية، وكان من المفترض أنه هذا العدد الخاص بسر العطاء سيكون في حلقة، أو كان في حلقات حلقة ماضية، سابقة. وحيكون ضيف على ما أعتقد، لكن في نفس الوقت في وفي نفس نفس اللحظة في نفس اللحظة. في نفس اللحظة جاءتك الوعكة الصحية. أكيد. لكن الحمد لله على سلامتك أخويا. وعلى كل أن رسالة عدلان تبلغ، حتى إن كانت كل الظروف لا تواتي، لكن بلغت قصة عدلان بلغت. ودخلت أكيد. كل القلوب. نعم يا هشام. صلاح، عن سر العطاء، مهم. عموما عن سر مهم. العطاء. كما كنا ننوه في كل حلقة، للجمعيات الخيرية، لفاعلي الخير، لمن لديهم قصص عن تجاربهم في العطاء في العمل الإنساني، مهم. يمكن أنهم يتواصلوا معنا على صفحة البرنامج. احنا بدورنا راح نجسدوا لهم، نجسدوا صورهم، أعمالهم، تجاربهم هذه كما شفنا في سر العطاء في برنامج صباح الخير يا وطن. أيضًا ممكن هذا جديد، سر العطاء ابتداءً من اليوم، أنه مشاهدينا الكرام اللي هم أيضًا يقدروا يتواصلوا معنا بطريقة إنسانية أخرى، بطريقة مهم. عطاء أخرى، عن طريق مشاركتهم الأدبية، عن طريق مهم. ربما خواطر، مهم. على هاشتاج كن إنسانًا على صفحة الفيسبوك. مهم. جميل. وأول مشاركة ما كانت معنا في هذه الحلقة، مهم. هي تقول: أنا أكيد أنه أنت شخصيًا راح تعجبك كثيرًا صراحة. اللي هي أنه هي تقول: إذا أحسست بألمك فأنت حي، أما إذا أحسست بألم غيرك فأنت فالإنسان فيك فيك حي. حي. شكر كبير للأستاذة يوسفي سعيدة اللي شاركت معنا شكرا جزيلا بهذه لها الخاطرة. هذه الخاطرة، نشكرها إذن بالمناسبة، وشكرا لك. ودعوة إلى كل الشباب والشابات، وإلى كل إنسان أقول يريد ويبحث إلى أن يوقظ الإنسان بداخله أن يشاركنا هذه المبادرة اللي هي كن إنسانا. كن إنسانًا. تحية طيبة إليك يا هشام، شكرا جزيلا لك، شكرا لوفائك، شكرا جزيلا لك وشكرا صراحة. لمجهوداتك ومجهودات كل فاعل خير على الجزائر الحبيبة، على أرض الجزائر الحبيبة. ودعوة بطبيعة الحال إلى كل الشباب والشابات وإلى الجميع أينما كنتم وأينما حللتم، يجب علينا أن نحس بإنسانيتنا، وذلك أن نقترب من كل إنسان يحتاجنا بالفعل في مجتمعاتنا المصغرة. عدلان منه الكثير، نتمنى الشفاء العاجل لعدنان، ونتمنى الشفاء العاجل لكل مريض طريح الفراش بإذن الله تعالى. صلاح، تفضل. وصلتنا آخر أخبار أنه عدلان خلال الأسبوع القادم سيسافر إن شاء الله إن شاء إلى الله. فرنسا لإجراء العملية المنشودة على مدار 4 سنوات من عدلان، وعلى مدار ممكن 4 أشهر من الشارع الحملة الجزائري. صحيح. شكرا لك يا هشام، إن شاء الله نتمنى له الشفاء العاجل العاجل ويرجع لأرض الوطن الحبيب معافى تماما بإذن بإذن الله. الله تعالى. وسنحتفل إن شاء الله بإذن الله. بشفاء عدلان، وتمنيتنا الشفاء العاجل لكل الجزائريين ولكل المرضى. تحياتنا إليك يا هشام، شكرا جزيلا لك.